الله أكبر. اشتباكات عنيفة في خربة غزالة بين أبطال الجيش الحر وعصابات الأسد. فيما يخص سقوط خربة غزالة، أريد في البداية أن أعرف عن نفسي. أنا المقدم الجوي وائل سويدان، معاون قائد لواء ميزان الثورة سابقا. حيث أنني قدمت استقالتي لمرتين ولأسباب عدة، منها الخلافات مع قيادة اللواء وبعضها مع العقيد أحمد النعمة. أنا ليس هنا بموضع المدافع عن أحمد النعمة أو الدفاع عنه، إنما أريد أن أشهد شهادة حق لله وللتاريخ، وخاصة فيما يخص سقوط معركة خربة غزالة بالتحديد، حيث كنت أنا والعقيد حسين الجبري رحمه الله، حيث استشهد فيما بعد في غرفة العمليات. العقيد حسين الجبري كان قائد لواء وضابط في غرفة عمليات الخربة، وأنا معه، وكان المقدم نجم المدعو أبو المجد أيضا. في يوم 6/5 كنا متواجدين في الكرك الشرقي، نحن والعقيد أحمد النعمة رئيس المجلس العسكري برفقة 4 من ضباط الجيش السوري الحر، وهم العميد الركن المجاز أحمد شروف والعميد أنور خوالدة، بالإضافة إلى المقدم محمد صالح حربات، العقيد حسين الجبري، وضباط آخرون، وأكثر من 100 عنصر من الجيش السوري الحر من مختلف قرى درعا. كنا نعد خطة عسكرية للهجوم على اللواء 52 وحصاره، وكنا موعودين بفاتورة إسلاح للعمل العسكري للواء 52. اجتمعنا في الكرك الشرقي وكنا نعد الخطة العسكرية والتخطيط للمعركة وحصار اللواء المذكور. وفي المساء ونحن مجتمعين أتانا أحد الأشخاص برفقة وفد من الخربة والغيرية، وقالوا لنا أن خربة غزالة سقطت بيد النظام الأسدي وعليكم أن تناصرونا. فما كان بالعقيد أحمد النعمة إلا أن استمع إلى الجميع، وأخذنا تفاصيل ما حدث بالضبط، وقالوا لنا أن الخربة سقطت بيد قوات النظام، وأن الجيش السوري الحر انسحب، وبشكل محدد من كان متواجد بالخربة هم لواء الفلوجة ولواء اليرموك. وعند السؤال عن التفاصيل تبين لنا أن سيارات لواء الفلوجة واليرموك انسحبت بسياراتهم وهي مليئة بالذخيرة والسلاح، وصور فيديو وما زال موجود هذا الفيديو إلى الآن. هم انسحبوا وادعوا بسبب نقص الذخيرة أو نفاذ الذخيرة، علما أنهم انسحبوا والذخيرة بسياراتهم. فما كان من العقيد واللجنة الاستشارية التي في الكرك الشرقي للجيش السوري الحر بأمر العقيد رئيس المجلس العسكري أن أعد خطة أخرى بدلا من لواء 52. تحولنا إلى الخربة للدخول إلى الخربة ودحر قوات النظام الأسدية، ونحن إلى هذه اللحظة كنا نجزم بأن قوات النظام متواجدة في خربة غزالة ومسيطرة عليها. وقد سأل العقيد أحمد النعمة شخص اسمه يوسف أبو نقطة إلى أين وصل جيش النظام، أجابه بالحرف الواحد إلى ما بعد الجامع، أي في نهاية الخربة. يعني عمليا جيش النظام أنه مسيطر على الخربة بشكل كامل. هذا التوقيت كان تقريبا بلغت الساعة 12:10 بالليل ونحن نعد
لما من إجراءات التي سنتخذها لدخول الخربة. وأعطيت الأوامر من العقيد رئيس المجلس العسكري العقيد أحمد النعمة للإعداد لخطة الدخول والتذخير والتسليح، وأمر عناصر الجيش السوري الحر وبعض الضباط بإعداد العدة والمضادات الأرضية ودخول الخربة بعد صلاة الفجر في أول ضوء. فعلا بعد صلاة الفجر تم التوجه إلى خربة غزالة برفقة دخلنا خربة غزالة برفقة ضباط الجيش السوري الحر. كان الشهيد العقيد حسين الجبري رحمه الله، وأنا المقدم وائل والمقدم نجم. دخلنا إلى خربة غزالة إلى غرفة العمليات، وتم التمشيط برفقة المقدم نجم أبو المجد منزل وتوزيع عناصر الجيش السوري الحر حتى وصلنا إلى سكة القطار. وقد تم تذخير جميع عناصر الجيش السوري الحر بأمر من العقيد أحمد النعمة، ومن كان يشرف على التذخير العقيد حسين الجبري، وكنت أنا برفقته. وكانت السيارة الذخيرة متواجدة أمام المقر، وتم تذخير جميع العناصر بكل ما يحتاجونه من سلاح وعتاد. ولا يوجد لأي صحة ممن كان يدعي بأن كل عنصر أعطي 5 طلقات. أنا سوف أشهد شهادة أمام الله وللتاريخ، كان كل عنصر يأخذ بين 90 طلقة 150 طلقة، أي ذخيرة 5 مخازن، ويتوجه إلى المعركة بالإضافة إلى القنابل والجراجير وما شابه ذلك والقذائف الصاروخية. فعلا وصلنا إلى ما بعد سكة القطار، والساعة 10 صباحا أو 9 لا أذكر تم توجه العقيد أحمد النعمة، وكنت أنا برفقته. والفيديو الذي بث على قناة العربية الحدث يثبت صحة ما أقول. تم تصوير الفيديو ونفي ادعاءات النظام بأنه متواجد في خربة غزالة ومسيطر عليها. في البعض انتقد سيادة العقيد أحمد النعمة بأنه نحن عملنا جيب وانسحبنا انسحاب تكتيكي وما شابه ذلك لسحب قوات النظام وزجهم في كمين. طبعا أنا فيما بعد وعدة قادة من ضباط الجيش السوري الحر انتقدنا العقيد لهذه النقطة بالذات، وقلنا له لماذا لم تقل بأن لواء اليرموك والفلوج انسحبوا من الخربة ومعهم ذخيرة ومعهم سلاح؟ قال لكي لا أحدث فتنة في حوران. قال لكي لا أحدث فتنة في حوران، ونحن في وقت لا يسمح لنا بحدوث أي فتنة أو خلاف مع أي فصيل من فصائل الجيش السوري الحر. نحن نسير في طريق التوحد، نحن لا نريد أن نتهم أي شخص بالانسحاب أو التخاذل. وهو هذا ما كان يقصده العقيد أحمد النعمة من أنه الجيش السوري الحر انسحب لحدوث جيب تكتيكي وزج قوات النظام في كمين. وبقينا نقاتل في خربة غزالة لمدة 5 أيام متتالية، وفي اليوم السادس حوصر لواء ميزان الثورة وعدة عناصر من بقية الكتائب والفصائل الأخرى برفقة العقيد حسين الجبري الله يرحمه ويتقبله من الشهداء. وتعرضنا للقصف لأكثر من مرة، وخاصة المقرات التي كنا نجلس بها تحديدا. وأريد أن أركز على هذه النقطة بالتحديد. عندما كنا نغير أي مقر من مقراتنا كنا نقصف بشكل عشوائي وغزير، وهذا إن دل على شيء يدل أن كان هناك عناصر من الجيش السوري الحر المتواجدة معنا كانت تعطي إحداثيات مقراتنا لقوات النظام.
وفي اليوم السادس بفضل الله ومنته تمكنا بمساعدة القوى من الخارج بفتح ثغرة بمساعدة رماة المضادات 23 وتدمير عربة وفتح ثغرة وجيب، وتمكنا بالانسحاب بفضل الله وتعالى مع أكثر من 100 عنصر من خربة غزالة. هذا فيما يخص معركة خربة غزالة. وأنا الآن أريد أن أركز إلى نقطة هامة لأهالي خربة غزالة بشكل خاص، وأهالي درعا وحوران بشكل عام، وسوريا بشكل عام، ونقول لهم: ما ذنب لواء ميزان الثورة ورئيس المجلس العسكري في اتهامه بتسليم وبيع خربة غزالة، علما أننا نحن لم نكن متواجدون في خربة غزالة، ومن كان يتواجد بها لمدة 62 يوم هم لواء الفلوجة واليرموك، وانسحبوا منها وأشاعوا الخبر بأن خربة غزالة سقطت، مع أنه لم يتجرأ أي عنصر من عناصر قوات النظام الأسدية بالدخول إلى خربة غزالة، وطلبتم منا الدخول إليها بطلب الفزعة من أهالي الخربة وأهالي الغيرية، ودخلنا نحن الخربة لكي نناصر أهل الخربة وندحر قوات النظام، علما بأنه لم يكن يتواجد أي عنصر لقوات النظام أثناء دخولنا. فما هو ذنب المجلس العسكري والعقيد أحمد النعمة وبشكل خاص لواء ميزان الثورة في تحميله مسؤولية سقوط الخربة، مع أنها كما ادعيتم أنتم بأن جيش النظام دخلها وسقطت منذ قبل أن ندخلها نحن؟ فهذا يجب أن نكون منصفين للتاريخ وأمام الله وأمام الشعب وأمام الثورة وأمام كل ثائر حر. 11/5/2013 معركة جسر حوران بلدة خربة غزالة. قيادة المجلس العسكري الآن في الميدان مع بعض عناصر الجيش السوري الحر. أول شيء مو جديد على الجيش الحر وعلى ثوار حوران التحرير والانتصارات، وأنا بهنيكم تدمير عربتين الدبابات واغتنام العربة، إن شاء الله من نصر لنصر واغتنام دبابة ومضاد. الله يعطيكم العافية، وإن شاء الله الحوارنا هم اللي بدوها، هم داخلين الثورة إن شاء الله. إن شاء الله عن وجهك. أنا خالد العتيلي من بلدة الغرية الشرقية، قائد الثوري للواء الميزان الثورة العامل في المنطقة الشرقية والتابع للمجلس العسكري في محافظة درعا. أنا اليوم أمامكم لأقدم شهادة فيما يخص معركة خربة غزالة، وبالنسبة للتهمة المنسوبة للعقيد أحمد فهد النعمة حول التهمة المنسوبة إليه بتسليم خربة غزالة. في يوم 6/5 من تاريخ 2013 حصل هناك اجتماع في بلدة الغرية الشرقية، وكان موجود فيها العقيد أحمد النعمة وبشار الزعبي قائد لواء اليرموك والمقدم ياسر عبود وبعض قادة وكتائب الألوية العاملة في المنطقة الشرقية وفي بلدة خربة غزالة، وجرى الاتفاق على تحرير كتائب على تحرير بلدة الكتيبة وتحرير الحواجز المتواجدة على الأوتوستراد. كان هذا الاجتماع عصيرة يوم 6/5/2013، وانفض الاجتماع على هذا الاتفاق بعد توقيع أحمد النعمة على فاتورة لتسليم الذخيرة، وكانت المستودعات باستلام المقدم غسان حليحل، وكانت متواجدة في بلدة نصيب وكحيل. انفض الاجتماع بعد العصير بعد ساعتين من الاجتماع في منزل أحد الأخوة في بلدة الغرية الشرقية. انفض الاجتماع وذهب كل منا إلى عمله. بعد ساعات من الاجتماع كنا في بلدة الغرية الشرقية، وإذا بالناس في حالة هلع وخوف. سألنا ماذا هناك، فقالوا لنا بأن الخربة قد سقطت بيد النظام. قمنا بالتوجه فورا إلى أوائل بلدة خربة غزالة، وإذ بالأخ يوسف أبو نقطة وبعض عناصر الجيش الحر ومن قادة الكتائب قاموا بإشعال المظاهرة هناك على مثلث الغرية الشرقية الغرية غربية خربة غزالة، ونادوا بإسقاط أحمد النعمة، متهمين إياه بالتقصير ومتهمين إياه بمنع الذخيرة عنه. قمنا مباشرة بالذهاب أنا والأخ موفق العتيلي قائد كتيبة أنصار السنة بالتوجه إلى مقر من المجلس العسكري في بلدة الكرك، وعلى الفور قمنا بالطلب من أحمد النعمة الذي كان مشغولا باتصال على جهاز الثريا، قام بقطع الاتصال وقمنا بإخباره بأن بلدة خربة غزالة قد سقطت، وطلبنا منه بتشكيل غرفة عمليات مباشرة في بلدة الغرية الشرقية خوفا من تقدم قوات الأمن والجيش باتجاه بلدتنا. فقال بالحرف الواحد: لن نسمح بسقوط الخربة، واليوم سوف نقوم بإرجاعها بإذن الله.
فسألنا أين وصلت قوات الجيش والنظام. كان يوسف أبو نقطة قد أوعز لنا بأنه النظام قد استولى على آخر منزل من جهة الغرية الغربية في بلدة خربة غزالة. وإذ بالعميد أحمد الشروف بخروجه من المقر وسأل ماذا هناك، قلنا له بأنه سقطت بلدة خربة غزالة. قال ما الحل؟ فأجبنا بأنه فتح الراجمات على بلدة خربة غزالة، وأن نقوم بتحشيد الكتائب والألوية للعودة إلى هذه البلدة. وإذ بالمقدم نجم يقول لا يجب ألا نتسرع، عفوا العميد أحمد شروف قال يجب ألا نتسرع ونقوم بإرسال بعثة استطلاع للكشف أين وصل قوات النظام، عل وعسى أن يكون لنا موطئ قدم في هذه البلدة نتحرك من خلالها. على الفور طلب أحمد النعمة منا بإيجاد أبناء خربة غزالة أو بعض قادة الكتائب منها. قمنا بالذهاب من بلدة الخربة من بلدة الكرك إلى أوائل بلدة الخربة، علنا أن نجد أحد من قادة هذه الكتائب. عند وصولي إلى منتصف بلدة الغرية الشرقية قام بلقائي النقيب إياد قدور الذي كان مسؤولا عن عمليات بلدة خربة غزالة بالاشتراك مع لواء فلوجة حوران ولواء اليرموك، وهم كانوا مسؤولين عن هذه العملية بشكل رئيسي. فنادى لي فطلب مني أن آخذ منه مدفع البي 82 وأن أحتفظ به في مقرنا. وعلى الفور شاهدت بيك أب مازدا لون أبيض محمل بالذخيرة، فسألته ما هو هذه الصناديق؟ فقال لي صناديق فارغة لا يوجد فيها أي شيء. فقلت له وهل وقت الاقتحام هل هناك لديكم وقت لحمل الصناديق الفارغة؟ فقال لي إن شئت خذها. فكان الجواب ليس وقته الآن، لكل حادث حديث. وقام أحد الأخوة من عائلة السراحين في بلدة الغرية الشرقية بتصوير هذا البيك أب، وقمنا بعرضه على أبناء بلدة خربة غزالة وعلى العقيد أحمد النعمة مباشرة. ذهبنا طلبنا منه أن يأتي معنا إلى مقر المجلس العسكري، رفض. ذهبنا إلى أوائل بلدة خربة غزالة وإذ بالأخ يوسف أبو نقطة موجود، طلبنا منه، رفض. فذهبنا إلى الملازم أول أبو خالد الزعبي، وكان وقتها مصاب بطلق ناري، وطلبنا منه بالذهاب معنا إلى العقيد أحمد النعمة. عارض في بداية الأمر، لكنه بعد محاولات كثيرة قام بالقبول، وذهبنا إلى مقر أحمد النعمة برفقة أبناء خربة غزالة. وحدث هناك مشاجرة أو مشادة كلامية بالأحرى عن أن أحمد النعمة قصر في تقديم الذخيرة لأهالي بلدة خربة غزالة، وحصلت هناك مواجهة في الكلام بين الملازم أول أبو خالد الزعبي والعقيد أحمد النعمة. ظهر فيما بعد أن أحمد النعمة قدم فقط من الذخيرة الروسي ما يعادل 90,000 طلقة، وهذا باعتراف الملازم أول أبو خالد الزعبي. تم تشكيل على الفور لجنة استطلاع بقيادة العقيد أحمد حسين صالح الجبري أبو أحمد رحمه الله، والمقدم نجم، وقائد كتيبة سيف الله الشهيد محمد ياسين الفلاح الملقب بسيف. قاموا بالدخول إلى بلدة خربة غزالة في توقيت ما بين الساعة 12 والواحدة ليلا، وقاموا باكتشاف بلدة خربة غزالة حي ووصلوا إلى السكة دون وجود أي عنصر من عناصر النظام والجيش، بناء على ما تقدم به يوسف أبو نقطة وأهالي بلدة خربة غزالة عند الانسحاب من البلدة. عادت مجموعات الاستطلاع بعد الساعة 1:30 ليلا، وقدموا إفادتهم بأنه لا يوجد أي عنصر من عناصر النظام في بلدة خربة غزالة حتى أوائل سكة الحديد. على الفور طلب أبو جاسم بالتحشيد للكتائب والألوية العاملة، وكانت العملية بقيادة لواء ميزان الثورة ولواء الشهيد أحمد الخلف بقيادة الملازم شريف الكايد. قمنا بتحشيد القرى والكتائب والألوية العاملة في المنطقة الشرقية، ونذكر منها لواء ميزان الثورة، لواء الشهيد أحمد الخلف، وبعض الكتائب العاملة في منطقة الغرية الشرقية، صيدا، كحيل، المسيفرة. وتم التجمع بجانب جامع الشبلاق أول الخربة. في تمام الساعة 5 بدأت عملية الاقتحام من قبل الجيش الحر، وتم تمشيط بلدة خربة غزالة بالكامل وصولا إلى السكة بشكل كامل، وكانت نظيفة من أي عنصر من عناصر الجيش ودون إطلاق أي طلقة نار في الهواء حتى. وصل عناصر الجيش الحر إلى سكة الحديد، وتم إعطاء الأمر بالتثبيت هناك على هذه النقاط ريثما يتم وصول الذخيرة. عندها تم البحث عن المقدم غسان حليحل المسؤول عن مخازن المجلس العسكري، لم نجده، وبقي مدة البحث متواصلة فترة من 4 ساعات إلى 6 ساعات، حيث تم العثور عليه في درعا البلد.
في هذه الفترة تم خسارة ما يعادل 200 متر من بلدة خربة غزالة باتجاه السكة ريثما وصلت الذخيرة. في اليوم التالي جاء العقيد أحمد فهد النعمة وقام بتصوير مقطع فيديو هناك عن أنه تم فتح جيب في بلدة خربة غزالة ومحاصرة قوات النظام وإرغامهم على التراجع إلى الخلف. طبعا هذا الكلام غير صحيح، لأنه لم يكن هناك أي عنصر من عناصر الجيش أو النظام المتواجد في بلدة خربة غزالة، بل كانت محررة ولا يوجد فيها أي عنصر من عناصر النظام. ما دفع العقيد أحمد النعمة بعد سؤالنا له لماذا تحدثت بهذا الكلام، قال: لا أريد أن أخسر أي طرف من الأطراف، نحن مقبلين على معركة 52 ونحن بحاجة للجميع ولا نريد شق الصف في حوران. كان في هذه الفترة ذخيرة 52 متواجدة في المستودعات، وكان العمل جاري على قدم وساق للتحضير لمعركة 52 بقيادة لواء ميزان الثورة واللواء أحمد الشهيد أحمد الخلف. طبعا كانت هناك مؤامرة لإسقاط خربة غزالة وضرب أسهم أحمد النعمة في بلدة خربة غزالة وحوران عامة حتى لا ترتفع أسهمه، مما أجبر أحمد النعمة على تحويل جزء كبير من ذخيرة 52 إلى الخربة بمباركة الدول الداعمة، عكس ما جاء في الفيديو التحقيق المنسوب إلى العقيد أحمد النعمة. تم تحويل الذخيرة، وكانت الذخيرة كثيرة وكبيرة جدا في معركة الخربة. عند دخول قوات المجلس العسكري إلى بلدة خربة غزالة استمر العمل في بلدة خربة غزالة مدة 6 أيام، وفي اليوم السابع سقطت الخربة. ليس كما يدعي البعض بأنه انسحاب لقادة الجيش الحر، بالعكس تماما. آخر المنسحبين بعد محاصرتهم كان هو العقيد أحمد حسين الصالح والملازم شريف الكايد قائد لواء أحمد الخلف. بعد محاصرتهم بالداخل ومحاصرة ما لا يقل عن 100 عنصر، قامت قوات من الجيش الحر من عناصر بلدة غرية الشرقية ومدينة الإحراق بفتح جيب وسحب الشباب من بلدة خربة غزالة. طبعا سبب سقوط خربة غزالة هو ضعف المنطقة الجبهة الشرقية من بلدة خربة غزالة بعد أن أوهم الجيش الحر بأن النظام سوف يقتحم خربة غزالة من جهة الاستراد، وفتح معركة شرسة من جهة الاستراد. بوغتنا من الجهة الشرقية بدخول الدبابات، ولم يكن بالمستطاع رد هذه الدبابات بسبب كثافتها وقلة عدد عناصر الجيش الحر في الجبهة الشرقية بسبب استدعائهم إلى المنطقة الغربية من البلدة لمساندة زملائهم. هذا ما حدث في بلدة خربة غزالة. من يقول بأنه ضعف الذخيرة هذا كلام غير صحيح. بعد الانسحاب من خربة غزالة خرج معنا بيك أب سيلفرادو شفر محمل بالذخيرة، عدا الذخيرة التي بقيت في مقر العمليات في بلدة خربة غزالة، ولم نكن باستطاعتنا إخراجها كلها. قمنا بالعودة إلى الخلف، حشدنا القوات من جديد. في صبيحة اليوم التالي جاء المقدم نجم ومعه لواء المهام الخاصة إلى بلدة الغرية الشرقية، وكان رتل ضخم. طلب منا المقدم نجم بإحضار النقيب إياد أو يوسف أبو نقطة للدخول معنا كمرشدين إلى الطريق خربة غزالة. قمت بالتوجه أنا وقائد كتيب شهداء أنا والأخ البيومي إلى بلدة الصورة للقاء النقيب إياد قدور. عند وصولنا إلى مقر إياد قدور خرج علينا يوسف أبو نقطة وطلبنا منه أن يرافقنا إلى بلدة خربة غزالة، وأبلغناه بأن كتيب لواء المهام الخاصة بالإضافة إلى كتائب غرية الشرقية والكرك والمسيفرة متواجدة في البلدة لاقتحام الخربة من جديد. رفض وقال بالحرف الواحد: نحن خرجنا ولن نعود إليها. قلت له: والنقيب إياد؟ فأجاب بأن النقيب إياد له نفس الجواب ولن يستطيع الدخول إلى معركة خاسرة في بلدة خربة غزالة. عدنا إلى بلدة الغرية الشرقية وأبلغنا المقدم نجم بهذا الكلام. تحرك المقدم نجم بقيادة الرتل باتجاه خربة غزالة، وبعد تقدمهم باتجاه 200 متر باتجاه طريق الزراعي بين خربة غزالة والغرية الشرقية، قام قائد لواء المهام الخاصة بالطلب من المقدم نجم بالعودة، لأن المعركة خاسرة ولن يستطيعوا التقدم باتجاه خربة غزالة لعدم معرفتهم بالأرض. هذا فيما يخص سقوط بلدة خربة غزالة، والله على ما نقول شهيد. 8/5/2013 بلدة خربة غزالة، معركة جسر حوران. قيادة المجلس العسكري تقوم بتفقد الأوضاع الميدانية. تحياتي للأمير، الله يسعده على راسي. في بلدة خربة غزالة على خط الجبهة الأول. السلام عليكم. الله يعطيكم العافية يا شباب. الله يحيي شامل حوارنا، الله يحيي ما عاداتكم.
الله يحييك الله يحييك الله يحييك الله يعطيك العافيه. أما بالنسبة فيما يخص حادثة اعتقال العقيد الركن أحمد النعمة رئيس المجلس العسكري بدرعا، نحن ندين ونستنكر طريقة الاعتقال والكمين الذي أوقع به العقيد النعمة وأسره من قبل جبهة النصرة. نحن لسنا ضد المساءلة والمحاسبة ولسنا ضد القانون لأي شخص كان من كان. نحن مع القانون ومع المحاسبة ومع المساءلة القانونية ومع محاكمة أي شخص مهما على شأنه. أما نحن لنا عدة ملاحظات على المحكمة الشرعية في المنطقة الشرقية في حوران. إن الفيديو الذي ظهر فيه العقيد النعمة رئيس المجلس العسكري يظهر بشكل واضح وجلي للعيان بأنه تعرض للضرب المبرح والتعذيب الشديد، وأن اعترافاته انتزعت بقوة السلاح والتهديد. فأين الشرعية لهذه المحكمة الشرعية؟ وأين القانون؟ عمليا هذا لا يفرق شيء عن نظام بشار الأسد ولا عن فروع المخابرات الجوية التي كنا نعتقل فيها. النظام كان ينتزع الاعترافات بقوة التهديد وبالضرب وبالتعذيب، وأنتم الآن تنتزعون هذه الاعترافات بالضرب المبرح. الفيديو يظهر العقيد أحمد النعمة بأنه تعرض للضرب المبرح في عينيه ويوجد كدمات واضحة. هذا بالإضافة إلى أن العقيد الطيار أيسر الخطبة قائد لواء ميزان الثورة، وأنا أعرفه من خيرة الناس ومن الطيارين الشرفاء الذين رفضوا أن يلقوا القنابل والصواريخ على أهلنا في سوريا، وقال لبشار الأسد لن أكون مجرم ولن أشاركك في قصف أي مواطن من أهلي ومن شعبي، وانشق من بدايات الثورة. فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ يتعرض للضرب والإهانة من قبل جبهة النصرة. وأنا أحذر الجيش السوري الحر في درعا وفي كل سوريا، إنما تعرض له العقيد أحمد النعمة هذا إهانة للجيش السوري الحر كله، ومن الأولى من يجب أن يحاكم العقيد أحمد النعمة إن كان مخطئا، ومن أن يشكل له محكمة ثورية هو الجيش السوري الحر، وأن تشكل محكمة مؤلفة من ضباط أحرار وقضاة لا تقل عن 30 عنصر ولا عن 10 قضاة، وأن يعين للعقيد أحمد النعمة محامي دفاع. 8/5/2013 بلدة خربة غزالة، معركة بسر طوران. قائد المجلس العسكري مع بعض أفراده العسكريين والميدانيين يقومون بتفقد الأوضاع الميدانية في بلدة خربة غزالة. أريد أن أضيف حادثة ونقطة هامة حدثت في منزل العقيد الركن أحمد النعمة في عمان، وكان موجود العميد زياد فهد، وكان الأخ بشار الزعبي، وكان العقيد الطيار أيسر الخطبة، ودار حديث فيما يخص معركة الخربة وسقوط الخربة. وأنا من فتحت الحديث طبعا ووجهت سؤال محدد إلى الأخ بشار الزعبي، كان برفقة العميد زياد فهد، وقلت له يا أخ بشار، أليسوا أنتم من كنتم في خربة غزالة قبل دخولنا إلى الخربة؟ وأليس أنتم من انسحبتم من خربة غزالة مساء وكان لديكم ما يكفي من الذخيرة، علما أنكم لم تتعرضوا لأي ضغط أو عمل عسكري من قبل النظام الأسدي، ولم تتعرضوا لأي قصف جوي أو مدفعي، وتركتم الخربة وانسحبتم بعتادكم وعدتكم وخرجتم مساء، وحتى توجه لنا أهل الخربة يطلبون الفزعة من الكرك الشرقي وأهل الغيرية ومن أبو جاسم، حتى أحدهم كان يوسف أبو نقطة جاء وينوح كما تنوح النساء
باعوا الخربة. تكلم العقيد أحمد النعمة وقال له اسكت وتكلم كالرجال، ماذا حدث وإلى أين وصلت قوات النظام؟ قال له إلى ما بعد الجامع، والجامع في خربة غزالة أي في آخر الخربة، يعني عمليا أن الخربة أصبحت بكاملها تحت قبضة جنود الأسد. وعندما دخلنا إلى الخربة نحن في الفجر اليوم الثاني لم نشاهد أي عنصر أو أي عسكري من جنود النظام الأسدي في الخربة، وكانت الخربة خاوية لا يوجد بها أي شخص. وعملنا على تمشيط منازل الخربة ووزعنا عناصر الجيش السوري الحر. وأريد أن أوجه حديثي هاي النقطة هذه بالذات، من قام بتمشيط بيوت الخربة كان المقدم مجد نجم أبو المجد، وهو من وصل إلى آخر نقطة ووزع العناصر وكنا برفقته. أريد أن أذكر أنا المقدم نجم أبو المجد هو كان ضابط ميداني معنا في الخربة. وتعقيبا على ما شاهدته منذ قليل على قناة الحدث من خلال مداخلة للمقدم نجم أبو المجد عندما سأله مذيع العربية الحدث عن تعذيب أحمد النعمة وضربه من خلال الفيديو الذي ظهر فيه والكدمات الذي تعرض لها في وجهه ومختلف وأماكن أخرى، وأن اعترافاته انتزعت بالقوة، كان جواب المقدم نجم أبو المجد خجول جدا ولا يرقى إلى مستوى المسؤولية، وهو يريد بعد أن تعرض العقيد أحمد النعمة إلى الضرب والتعذيب أن يسعى إلى تشكيل محكمة من الجيش السوري الحر تجمع كل ضباط حوران ووجهاء حوران. لقد بلغ السيل الزبا. الآن تريد أن تشكل محكمة عسكرية بعد أن انتزعت اعترافاته بالقوة. كما أريد أن أضيف شيء هام، عندما كنا في الكرك الشرقي في يوم سقوط الخربة مساء، وعندما اجتمعنا في المقر بوجود العقيد أحمد النعمة والعميد الركن المجاز أحمد شروف والعميد أنور خوالدة والمقدم نجم أبو المجد، وكان رحمه الله الشهيد العقيد الطيار حسين الجبري قائد اللواء، وكنت أنا معاون قائد لواء ميزان الثورة، وكان المقدم محمد صالح حربات، وكان المجاهد أبو خالد غرير قائد كتيبة الكرك للمهام الخاصة، وكان المجاهد الأخ أبو كفاح، وكان عدة قادة وأكثر من 100 عنصر من الجيش السوري الحر. تعرضنا لقذيفة هاون خلال اجتماع عيار 165 ملم، علما أننا كنا في المقر الجديد لم نكن سوى ساعات من تبديله خوفا من قصف المقر، ولولا قدرة الله عز وجل أن القذيفة أتت على جسر إسمنتي من الإسمنت والحديد المسلح، مما أدى إلى انفجار القذيفة خارج البناء، أدت إلى ثقب البناء الطبقة الثانية وخروج القذيفة إلى الأعلى، ولا لتمكنت القذيفة من القضاء على جميع عناصر الجيش السوري الحر بما فيهم القادة الكبار والعقيد رئيس المجلس العسكري. هذا ما أردت أن أضيفه، بالإضافة إلى أنه إذا أردنا أن نعود إلى المحاسبة والمساءلة القانونية، هل العقيد أحمد النعمة وحده هو المسؤول عن سقوط خربة غزالة؟ أليس هناك تجاوزات كبيرة وكثيرة في محافظة حوران؟ أليس هناك من خرج إلى شاشات التلفزة وصرح بأنني سوف أجعل من حوران منطقة حظر جوي وأظهر صواريخ المضادة للطائرات؟ لم نرى أي طائرة تسقط في محافظة حوران. أين المضادات للطائرات؟ أين ذهبت؟ أين الغنائم التي اغتنمت من اللواء 138 بمشاركة عناصر وأسود جبهة النصرة؟ نحن لسنا ضد جبهة النصرة ولا يوجد أي خلاف
معهم، هم مقاتلون موجودون على الأرض، ولكن لا نسمح بأي تجاوزات. هم أخوة لنا ونعتز بهم، ولكن بشروط أن لا يكون هناك تجاوزات، أن لا يكون هناك تعدي على عناصر وضباط الجيش السوري الحر. لم أذكر وسبق أن اشتبكنا مع عناصر جبهة النصرة في السابق، وإنما لا نسمح بأي تجاوزات بخصوص ضباط وعناصر الجيش السوري الحر والتخوين والتشكيك. نحن نعمل سوية لمقاتلة نظام وعدو واحد مشترك هو بشار الأسد ونظامه وعناصر حزب الله بما يسمون حالش، عناصر الحرس الثوري الإيراني، اللجان الشعبية الوطنية. يوجد عدو أكبر، يوجد هناك أولويات. ليس هذا وقت المحاسبات والمهاترات وتخوين القادة والتشكيك بهم. فيما يخص الفيديو التحقيق الذي تم نشره بالأمس عن والمنسوب إلى السيد العقيد أحمد فهد النعمة قائد المجلس العسكري، نحن نعلم كل العلم ونعرف الحقيقة كاملة، ولا صحة لما جاء في كلام العقيد أحمد النعمة من أن الدول الداعمة أجبرته على الانسحاب من الخربة غزالة، بل كانوا مؤيدين له وهم من عوضوه عن الذخيرة التي تم صرفها في خربة غزالة من الذخيرة المرسلة إلى معركة 52. ندين بشدة نحن في لواء الميزان وكتائب الجيش الحر العاملة في المنطقة الشرقية والتابع للمجلس العسكري ما قامت به جبهة النصرة من اختطاف للعقيد أحمد النعمة والأخوة المرافقين لهم من ضباط وقادة كتائب، وعلى طريقة التعامل الوحشية بحقهم نطلب منهم التروي وأن يتقوا الله في الناس وعدم التعامل معهم بهذه الوحشية، وأن يقدمهم إلى محكمة مشتركة بينهم وبين الجيش الحر، محاكمة عادلة يرضى بها الجميع، ومن كان مذنبا يلقى حسابه، ومن كان شريفا ويعمل لصالح الثورة نقدم له كل الولاء ونرفع له القبعات احتراما وتقديرا، إلا أنه لا يجوز شرعا وقانونا معاملة هؤلاء الأخوة كهذه المعاملة الوحشية التي شاهدناها بأم أعيننا من خلال الفيديو التي تم نشره بالأمس، ومن خلال الصور المسربة للعقيد أحمد فهد النعمة والأخوة الضباط المرافقين له من قادة الألوية وقادة الكتائب. نحن لا نريد لجبهة النصرة أن تخترق من قبل عناصر داعش، لا نريد أن يكون مطعمون بتصرفات داعش وأعمالهم. نريد أن تكون جبهة النصرة كما عهدناها في السابق، أن تعمل بما أمر الله، أن تكون منطقية بأحكامها، أن تكون واقعية، ولا يوجد لهم أي مأخذ سوى مأخذ الضرب والتعذيب. نحن خرجنا وثرنا على الطاغية بشار الأسد من أجل تصرفاته، من أجل قمعه، من أجل تعذيب المعتقلين، من أجل اغتصاب حرائرنا. نريد للأخوة في جبهة النصرة أن يرتقوا إلى مستوى المسؤولية وأن يكونوا بعيدون كل البعد عن تصرفات النظام والطاغية والمجرم بشار الأسد. ونحن وهم في خندق واحد، وبإذن الله سنكون أخوة ونقاتل عدو مشترك هو نظام الطاغية بشار الأسد.